وبعدين هعمل ايه في الفواتير دي كلها وطلبات البيت والعيال ومراتي؟ يا رب ارحمني برحمتك، ارحمني برحمتك. ايه يا رحيم عايز ايه؟ اقول له بابا عايز لبس المدرسه والتليفون. كل شويه يا ماما هاتي هاتي. حاضر اوكي. حاضر يا حبيبي، هقول لبابا حاضر. محمود عملت لك الشاي. مش عارفه انا اعمل ايه بس اقعد يا ابني. بقول لك ايه؟ رحيم عايز هدوم المدرسه لان هدومه بيلبسها بتاعت السنه اللي فاتت، وعايز موبايله كمان اللي بيلعب بيه باظ خلاص. يستحمل. ايه يا محمود؟ انا ما معيش ان انا اجيب له. كل واحد يمشي على قد مقداره. الحاجه غاليه نار. طب احنا نعمل ايه؟ ابني محتاج حاجات اعمل له ايه؟ وانت عارف انا ما بشتغلش، اعمل ايه انا؟ قول لي اعمل ايه يعني؟ تستحملي. استحمل اكتر من كده. يعني طلبات بيت وطلبات عيال، كل واحد يمشي على قد الامكانيات بتاعته. الفواتير دي كلها انا اعمل فيها ايه؟ مالناش دعوه. حته ولد مش عارف تصرف عليه ولا عليا، وانا كمان ما بشتغلش وقاعده في البيت. حرام عليك يا راجل، مش عارفين نعيش في الدنيا دي. انت وهي يا استاذه. ايه يا محمود؟ حرام عليك يا محمود، انت مش عارف اعيش انا واولادي. وبحبك والله بحبك، والله بحبك قد العيون السود. بحبك محمود. يا محمود ايه ده يا محمود؟ بتعمل ايه؟ زفت شاي اشربه. حرام عليك يا محمود، حرام عليك، الولد عايز مصروفه، حرام عليك. انا اجيب ايه؟ اجيب نور وكهرباء واكل وشرب، ما يستحمل. انا ندمت ان انا اتجوزت اصلا. يا بابا انت بتشرب علبتين سجاير في اليوم، علبتين سجاير كفايه عليك. سجاير علبه واحده، حرام عليك. انا لو ما شربتش سجاير هتجنن من كتر الضغوطات اللي على دماغي. مش عاجبك؟ الباب فوق جنبي. انت عارف انا رايحه اعمل ايه دلوقتي؟ رايحه ابيع التابلت عشان اجيب لوالدي هدوم. حرام عليك، زهقتني في الحياه والله. خير مع المستشار رحيم. حنان اولادي باين عليهم اخوات الاثنين. طبعا اخوات. احنا يفضل هم اولادك الاثنين يبقوا اخوات. اكيد. طب الحل يفضل الحل في اولاد لازم المركب توصل. انت النهارده مسؤوله عن اولاد وهو مسؤول عنهم. دول ما لهمش ذنب. القصه كلها ان في افراد مسؤولين منك ومنه. مظبوط. بس انت سيادتك هو مش قادر يكفي البيت، الست ممكن تنزل تشتغل تساعد في اي شغل. ما انا بشتغل اونلاين يا فندم، ورحت بعت اللابتوب عشان اجيب لهم لبس العيد. انت رحت بعتي، ده اضعف حاجه. طب اعمل ايه تاني؟ على طول لابتوب تشتريه بمبلغ وهتيجي تبيعيه هتجيبي 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ولا 3000. مش ده حل المشكله. طب ايه حل المشكله؟ الواحد يعمل جدول كويس يفسح فيه الاولاد، يقعدهم على الكورنيش، يجيب صينيه زي زمان. نعيش الحياه القديمه احسن من الحياه اللي هي كلها لابتوب وكلها مشاكل وكلها عربيات سبق والكلام من ده. استغفر الله العظيم. زمان كانوا يصحوا الفجر بدري عشان يروحوا يزوروا بعضيهم، النهارده مفيش الكلام ده. بيروح يجيب السجاير بالعربيه، كل حاجه الدنيا اتطورت. طب وخياناته بالنسبه لي كل يوم بسمعه التليفون بالليل مع صحباته ويقول لي في الاخر مش عارفه اوكل. طب اعمل ايه؟ قول لي. يا فندم كل ده بيتحل. هو لو شايفاه انه وحش خالص اتجوزيه بالاساس ليه؟ كنت بحبه. طب الحب راح فين؟ ما الحب لازم يستمر. بس مشاكل. لازم اعاونه، اشوف مشكلته ايه وابدا احل انا وهو. انما عشان ابقى طرف واحد واضغط ما ينفعش. هو الراجل ده مش كارت بنكير تقول له هات هيجيب. ما كل واحد ومقدرته. ده الغني النهارده ما بيصرفش قد الفقير. بيحاسب على الجنيه. الفقير هو اللي بيروح يشتري 2 كيلو. ده كل الناس عندها نقرس، ما بيبقاش عنده فلوس ويبص راح كيلو 2 كيلو لحمه لو له نقرس. اتكلم عن اللحمه. انا اولادي بقى لهم شهرين ما كانوش لحمه. ويعني اللحمه مضره. سيبك من موضوع اللحمه مضره. مضره اللحمه؟ طبعا متاكد من الكلام ده؟ بتجيب نقرس. سمعت اللحمه مضره. اللحمه مضره. يبقى اجيب حاجه ثانيه. في حاجات كتيره جدا. البيضه افيد من اللحم. شيكن. البيض الايجز افيد من اللحم. ولكن الاولاد نسال هم عايزين ايه. دول اللي هم ده مستقبل مصر. الاولاد دي انت عايز ايه يا رحيم؟ انا قول يا حبيبي. انا عايز كمبيوتر وبلاي ستيشن وأوضة.
شفتي؟ تليفون. عايز كمبيوتر وعايز بلاي ستيشن وعايز كمان يتفسح وملابس العيد. لا انا عايز زمان تليفون. ما اسمعش. والتليفون اديك سمعت بقى اعمل ايه انا كده؟ زمان وانا صغير ما اسمعش الحاجات دي، كنا بنلعب بيلي. طب اسمع بقى حنان، عايزه ايه؟ عايزه ايه يا حنان؟ عايز اتفسح مع زمايلي واجيب لبس العيد. لبس العيد وعايزه كمان تتفسح مع اصحابها. انا اعمل ايه كل ده؟ اللي بعته ما كفاش. الله يكون في عونه الاستاذ محمود بصراحه، طلبات كتير قوي والدنيا مش متحمله الضغط ده. لكن برضو الاولاد بيحبوا ابوهم، برضو بيحبوا ما امهم. بيحبوا ابوهم يبقى لازم انت تساعديه وتشوفي، حتى ان كان له مثلا كان بيشرب علبتين سجاير يشرب علبه ممكن بالتفاهم يعني، انما ما اقدرش افضل اضغط عليه لانه هو الراجل برضه مهما كان له طاقه. عندك حق. خلاص يا فانا شايف ان تتحملي وانت تحل المشكله، اساعده، انما مش هضغط عايزينه ويبقى هو راجل مش قادر ان هو يعيشك، ما فيش الكلام ده.